السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فيديو جديد لكل حبايبي اللي لسه داخلين المطبخ جديد ومش بيعرفوا يستخدموا باكو الكريم شانتيه ده. في كريم شانتيه سايب، وفي كريم شانتيه بيجي بالاكياس زي ما انت شايفه كده. طبعا انا جربت الدريل ده قبل كده وتحفه تحفه تحفه. طب هستخدمه ازاي؟ اهم حاجه عندك اللي يكون معاكي مضرب البيض ده لازم يبقى موجود مع كل جهاز عروسه ان شاء الله. يخش معاه في الجهاز بتاعها، ده شيء اكيد. بستخدم معاه ايه؟ هو الباكو عبارة عن بودر سايب اهو. دي الطريقة الصح، اللي انا ابتدي بس بودر الاول وبعد كده اكون مجهزه له لبن ساقع بالمنظر ده لدرجة ان التلج اهو موجود جواه عشان تطلع معايا طريقة صحيحة. وبنزل بمقادير خفيفة خالص من اللبن، بحطش الكمية كلها وبقلب كده بالمضرب علشان بس ما يطيرش معايا، لان ده بيبقى عامل زي الدقيق. مجرد ما يتعرض ليه التقليب بيروح طاير فيه خالص. لا انا دلوقتي هعمل بيه ايه؟ هفتح بقى المضرب بتاعي. طبعا بفضل اضرب فيه بالمنظر ده وازود حبه بسيطه من اللبن. كل ما اضربه اكتر كل ما هيديني فوم اكتر. طبعا انا هستمر على الضرب ده لمده 4 دقايق واوريك الشكل النهائي. وطبعا ده بتزوقي بيه التورته، بتزوقي بيه التورته. هفضل اضرب فيه ل3 ل 4 دقايق. وطبعا كل ما عاوز اللي انا عايزه قوامه تخين بزود لبن بسيط خالص خالص خالص. استخدم لبن بسيط خالص لان انا عايزاه تقيل ويبقى ليه فوم كبير. طبعا هفضل اضرب عشان صوت بس المضرب معايا عالي. هضرب فيه من حوالي 3 4 دقايق، وكل ما هيضرب هلاقي الفوم بتاعه طلع لفوق ويبقى شكله جميل ان شاء الله. طبعا زي ما قلت لك النجاح لعمليه الكريم شانتيه ده اللي يطلع تحفه معاكي ويطلع فومه جامد لازم تكون معاكي لبن ساقع جدا متلج زي ما انت شايفه قطعه التلج دي. وبزود حبه حبه في الكريم شانتيه واضرب واشوف لحد القوام اللي انا عايزاه. طبعا كل ما بضرب اكتر كل ما الفوم بتاعه بيطلع وبيعلى معايا. ودي الطريقه الصحيحه لاحلى كريم شانتيه معايا. قوامه عالي جدا زي ما انت شايفه بالمنظر ده. ناس كتير كانت تقول حط السوائل الاول وارجع حط عليها البودر. لا، البودر الاول وحكي بايدك في السوائل، تحطي درجه درجه وتضربي بالمضرب البيض وعلى قد القوام اللي انت عايزاه. خلاص بتثبتي ايدك عليه. طبعا المنظر ده اللي احلى كريم شانتيه هنحصل عليه النهارده. وده بتستخدميه طبعا لتزويق التورت اللي بتزودي بيه بسبوسه بالقشطه مثلا، كنافه دخل علينا الشهر الكريم تقدر تشكلي بيه حلويات زي ما انت عايزه، وبيدي طعم هايل 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 لاحلى حلويات عندك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.